الساعة 3 الظهر في ترعة المحمودية في محافظة اسكندرية، شخص يلاقي شنطة سفر عايمة على الترعة فياخدها ويفتحها يكتشف إن جواها أجزاء بشرية متقطعة، فيبلغ الشرطة اللي بدورها لما بتوصل بتكتشف إن الجثة دي قبل ما تتقطع كانت مطعونة عدة طعنات ومخنوقة من الرقبة، بس ما يقدروش يحددوا في وقتها هي الجثة دي بترجع لمين لأن ما كانش باين أي ملامح في الوش، بس يعملوا تحليل دي إن إيه ويكتشفوا إن الجثة دي بترجع لشخصية ما عداش على فرحها غير شهر واحد بس. قضية تفاصيلها صعبة جدا وهنتصدم في الآخر لما نعرف السبب اللي اتنفذت علشانه أصلا الجريمة. أنا عمر عصام وده شهر العسل المشؤوم في كريمنولوجي. 2017 في واحدة من مراكز كفر الدوار، عبير بتروح البيت لأهلها وهي منهارة في العياط وبتشتكي لهم إن جوزها بيخونها وإن هي خلاص عاوزة تتطلق منه وما بقتش قادرة على العيشة معاه، مع العلم هو ما كانش عدى على جوازهم غير شهر واحد بس هنا الأهل ما كانوش مقتنعين إنه إزاي يعني بعد شهر واحد من الجواز بنتهم توصل لدرجة النفور دي من جوزها، وخصوصا إن هي كانت قايلة حاجة قبل كده لأهلها خلت موضوع إن جوزها بيخونها ده مش منطقي، وأهلها بقوا شاكين فيها من جانب تاني. وعلشان نفهم خلينا نرجع سنتين بس لورا في بداية عام 2015. عبير عمرها وقتها تقريبا كده كان 23 سنة. عبير تتعرف على ولد من نفس المركز بتاعهم اسمه أيمن ويحبوا بعض، ويوعدها أيمن بالجواز وبالفعل يروح يتقدم لها، بس أيمن هنا سمعته كانت وحشة جدا، عاطل ومدمن للمخدرات وكمان عليه ثواب. هنا أهلها يقولوا لها إيه يا بنتي اللي أنت جايباه ده، هو أنت ما لقيتيش غير ده تتجوزيه؟ طبعا إحنا مش موافقين ومش هتتجوزيه. وبالفعل أهلها رفضوا، وفي نفس الوقت ده بقى كان متقدم لها أدهم، شاب عنده 26 سنة شغال سواق وكمان من نفس المنطقة بتاعتهم، كان بيدور على عروسة فأهله اقترحوا عليه عبير، واحدة كويسة وأهلها ناس كويسين، فاقتنع بكلامهم واتكل على الله وراح علشان يتقدم لها. راح وعرف اهلها على نفسه وقال لهم ان هو شغال سواق وانه عنده البيت بتاعه وان الحمد لله بيكسب حلو جدا. فهنا اهلها اقتنعوا بيه وشافوا ان هو ده الزوج المناسب ليها واجبروها ان هي تتجوزه، وفعلا اتخطبوا. وده يعني كان على عضض من عبير، ما كانتش موافقه ولا كانت عايزاه. وطبعا في خلال الفتره دي اللي هي فتره الخطوبه، عبير قطعت تماما علاقتها بايمن، ولا بيشوفوا بعض ولا بيتكلموا ولا يعرفوا حاجه عن بعض. يعدي هنا سنه على خطوبتهم، وفي مارس 2017 ادهم وعبير يتجوزوا ويروحوا علشان يعيشوا في شقته اللي في نفس المنطقه بتاعت اهله. وبعد ما يخلص الفرح ويروحوا مع بعض على البيت ويقعدوا ياكلوا، يطلب هنا منها ادهم ان هم يناموا لان هو صاحي من الصبح وتعب جدا في الفرح. قشطه عادي، حوار ما فيهوش مشكله وتقريبا بيحصل مع اغلب العرسان. بس المشكله هنا كانت مع عبير ان الموضوع ده اتكرر 4 ايام ورا بعض. كل يوم ادهم يقول لها معلش ننام النهارده اصل انا تعبان، معلش جسمي وجعني، معلش انا مصدع. كل يوم بيطلع لها بحوار جديد، 4 ايام على نفس الموضوع من ساعه الفرح. هنا عبير بدات تتضايق وتحس ان في حاجه غلط. هل انا مش عاجباه؟ هل طيب هو متجوزني غصب عنه؟ هل اهله ضغطوا عليه علشان يتجوزني؟ فقررت عبير ان هي هتقعد وتتكلم معاه. تقعد عبير وتتكلم معاه، ولما يحس ادهم ان الموضوع خلاص بقى ظاهر قوي يصارحها انه مش هيقدر يمارس العلاقه الزوجيه معاها لان هو عنده مشكله في النقطه دي. فعبير هنا تتصدم وتقول له انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده قبل الجواز؟ ازاي ما تصارحنيش بالموضوع ده؟ طيب انت اتجوزتني ليه اصلا؟ وتبدا عبير هنا تعايره بالموضوع ده. فادهم علشان كرامته وعلشان رجولته اللي نحقت عليه يمد ايده عليها، وندخل في دايره مفرغه من الموضوع ده. كل يوم عبير بتعايره وهو كل يوم بيضربها، ومن النقطه دي تحديدا بدات المشاكل. كل يوم معايره من جانب عبير وضرب من جانب ادهم، وتستمر الدايره المفرغه لحد ما عدى على الموضوع ده تقريبا كده 12 13 يوم من ساعه الفرح. هنا عبير لقت نفسها مش مستحمله، فراحت على بيت اهلها وقالت لهم ان هي عاوزه تتطلق وان هي خلاص ما بقتش قادره تعيش معاه، وحكت لهم على المشكله اللي عنده ان هو ما بيقدرش يمارس معاها العلاقه بشكل طبيعي. بس وبحكم انه في المناطق اللي زي دي كلام الناس بيبقى رقم واحد واهم حاجه، فخافوا هنا اهل عبير من كلام الناس وانه ازاي يعني بنتهم بعد 12 13 يوم من الفرح هتتطلق. قالوا لها ملناش دعوه، ما ينفعش تسيبي جوزك في الوقت ده، ارجعي تاني على بيت جوزك. عبير هنا ما كانتش عارفه تعمل ايه، بس في الوقت ده بدأ يجي في دماغها حبها القديم أيمن، فترجع عبير تتواصل مع أيمن تاني ويرجع تاني الكلام ما بينهم. وبحكم شغل جوزها إن هو كان شغال سواق محافظات، فطبيعة شغله كانت بتخليه أغلب الوقت بره البيت، ينزل من أول النهار يرجع آخر الليل، بل كمان ده كان في ايام اصلا بيبات بره البيت خالص ما بيرجعش البيت. وفي الفتره دي كان الموضوع اتطور ما بين عبير وايمن لدرجه المقابلات، ووصلت ان هم يعملوا علاقه غير شرعيه في البيت عندها في بيت ادهم. ومع زياده تطور العلاقه ما بينها وما بين ايمن كانت زياده المشاكل ما بينها وما بين ادهم جوزها. وعاوزك تحط في دماغك نقطه مهمه جدا، ان كل الحوارات اللي بتحصل والاكشن ده ما عداش 3 اسابيع على الفرح. يجي الاسبوع الرابع وعبير هنا تبدا تحكي لايمن ان هي خلاص ما بقتش قادره تكمل العيشه مع ادهم، وان هي بتحبه هو وعاوزه تتجوزه هو. بس هنا عبير كانت عارفه ان هي حتى لو اتطلقت من ادهم ما هي مش هتعرف تتجوز ايمن،
زي ما قلنا ايمن كان عاطل، ولا عنده شقه ولا عنده فلوس ولا عنده اي حاجه يتجوزها بيها، ما عندهوش حتى مكان يقعدوا فيه. هنا يبدا يجي العبير فكره اقل ما يقال عنها ان هي فكره شيطان، فتقول لايمن بص الحل علشان اتطلق من ادهم وانا وانت نتجوز ان احنا نخلص منه. ومن الجبروت بتاعها تقول له بحكم ان انا مراته وان احنا لسه ما خلفناش انا هورث الشقه وكل الفلوس بتاعته اللي في البنك، وبعد ما نعمل كده انا وانت نتجوز في الشقه دي، في الشقه بتاعت ادهم، وكمان بعد ما تخلص عليه هديك 5000 جنيه. هنا يفكر ايمن شويه وبعد كده يقرر ويقول لها تمام، بس بحكم ان الاتنين شخصيات زباله ايمن يطلب منها ان هي تديله الفلوس مقدم، لان هو اصلا مش واثق فيها ان هي هتديله الفلوس، هو اصلا مخونها. فقالت له اتفقنا واستنى مني مكالمه. وقتها بقى تقعد عبير علشان ترسم الخطه اللي هتخلص بيها على ادهم جوزها، وفي الحقيقه هي رسمت خطه يعني جوارديولا نفسه ما يعرفش يعملها. قصدت ان هي تتخانق مع ادهم في يوم وتسيب له البيت وتعرفه ان هي هتروح تفصل دماغها شويه عند واحده صاحبتها، وفي الوقت ده بقى هي كانت متفقه مع ايمن على الخطه كلها. فيخلص ادهم شغله ويروح للمكان اللي مراته قالت له عليه علشان ياخدها ويروحوا، ولما يوصل ادهم تحت البيت يتصل بيها علشان تنزل له، فتقول له لا اطلع لي وبالمره سلم على اهلها. وللاسف هنا ادهم ما كانش يعرف ان هو طالع لنهايته. في الوقت ده كان مستنيه فوق في البيت عبير مراته وايمن عشيقها وصاحب ايمن وصاحبه عبير. يدخل ادهم البيت، واول ما يدخل من باب البيت يكتفوا ايمن وصاحبه علشان عبير كان معاها سكينه تبدا ان هي تطعنه اكتر من طعنه في بطنه وفي صدره، والبنت اللي كانت معاها اللي هي صاحبه عبير تمسك رجليه وتكتفه بحبل كان موجود معاها. ولما يتاكدوا ان هو مات هنا ايمن يطلع العده اللي هو كان محضرها هو وصاحبه المنشار ويبدا يقطع في الجثه، وبعد ما يقطع في الجثه يحطوها في شنطه سفر كانوا جايبينها مخصوص للحوار ده، يعني كانوا مخططين لكل التفاصيل من قبلها. يعني حوار تقطيع الجثه علشان يخفوها ده ما كانش صدفه، ده كان متخطط له من الاول. وبعد ما خلصوا التقطيع وحطوا الاجزاء بتاعته جوه الشنطه اخدوا الشنطه ونزلوا اخدوا توك توك يوديهم لحد ترعه المحموديه عندنا في اسكندريه، ورموا الشنطه في الترعه ورجعوا تاني لكفر الدوار، رموا المنشار والسكينه اللي عملوا بيهم الجريمه في ترعه موجوده هناك. ركز معايا، يعني رموا الجثه في حته ورموا الاسلحه اللي عملوا بيها الجريمه في حته تانيه. دي ناس الموضوع مش جاي معاها صدفه، دول عارفين هما بيعملوا ايه. عملوا كده عشان محدش يقدر يربط الجريمه بيهم ولا يلاقي حتى الادوات اللي اتنفذت بيها الجريمه. ترجع عبير على بيت اهلها وهي بتعيط ومنهاره في العياط، وبتقول لهم ان هي اكتشفت ان ادهم جوزها بيخونها وان هو بقاله 4 ايام متغيب عن البيت. خباثه ما شفتش كده. بس هنا اهلها يستغربوا جدا، هو منين جوزك بيخونك ومنين جيتي بعد الفرح بيومين 3 قلت لنا اصلا ان هو عنده مشكله في ان هو يعمل علاقه معاك، يبقى هيخونك ازاي؟ بس وبالرغم من الاستغراب والشك ده من اهلها عمرهم طبعا ما يجي في دماغهم اللي هي عملته، عمرهم ما يجي في دماغهم الرابطه ان بنتهم ممكن تكون قتلته. في الوقت ده بقى كان عدى كام يوم واهل ادهم بداوا يتصلوا بيه وهو ما بيردش ولا حتى بيجي لهم البيت ولا بيسال عليهم. فاهلهم يتصلوا هنا بعبير اللي هي المفروض مراته ويسالوها على ابنهم، فتقول لهم عبير نفس اللي قالته لاهلها، ان ادهم متغيب بقاله 4 ايام وان هي ما تعرفش عنه حاجه ولا بيكلمها. فاهله يقلقوا عليه ويروحوا علشان يعملوا محضر بالتغيب في اسم الشرطه. وفي نفس الوقت بقى اللي يعملوا فيه محضر التغيب يجي بلاغ للشرطه من شخص موجود في اسكندريه ان هو لقى شنطه، والشنطه دي لما فتحها لقى جواها جثه متقطعه. فتوصل الشرطه للمكان ده بس تلاقي ان الجثه ملهاش اي ملامح، ملامح الوش مطموسه تماما، مش باين خالص هي جثه مين. بس الشرطه هنا تكثف التحريات وتعمل تحليل دي ان ايه للجثه، فتكتشف ان هي جثه ادهم، شخص في اواخر العشرينات من عمره. ولما بداوا يراجعوا بلاغات التغيب اللي موجوده عندهم لقوا ان الشخص ده كان متبلغ ان هو متغيب. فبدات هنا الشرطه تدور على اخر المكالمات ليه واخر الاشخاص اللي هو شافه، وقدروا يعرفوا انه اخر شخص اتكلم معاه في التليفون كان عبير مراته. عبير هنا عملت غلطه ان هي لما كانت بتكلمه اتصلت بيه من تليفونها الشخصي من الرقم الشخصي بتاعها، فزودوا التحريات عنها وقدروا يعرفوا ان هو في الفتره اللي هم اتجوزوا فيها اللي هي ما تعديش شهر المشاكل ما بينهم كانت كتير جدا، بل كمان ده قدروا يعرفوا ان هي كانت على علاقه مع عشيقها اللي هو ايمن. فيواجهوا عبير بالكلام ده وبالحاجات اللي هم وصلوا لها. طبعا تنكر عبير بس مع الضغط عليها اعترفت. تبدا عبير تحكي لهم تفاصيل الجريمه والاشخاص اللي شاركوا فيها، بل كمان الادوات اللي استخدموها علشان ينفذوا الجريمه بتاعتهم وفين المكان تحديدا اللي هم رموا الادوات دي فيه اللي هي المنشار والسكينه. وقالت لهم انه الدافع بتاعها ان هو كان بيضربها وان هو ضحك عليها وما عرفهاش من قبل ما يتجوزوا ان هو كان عنده مشكله او عنده مرض، وده ما يقدرش ان هو يمارس العلاقه الزوجيه بشكل طبيعي. علشان يتقبض على الاربعه، عبير وايمن عشيقها وصاحب ايمن وصاحبه عبير، ويتحكم عليهم هم الاربعه بالاعدام. وفي الحقيقه انا مش قادر اتصور انه ازاي التخطيط ممكن يوصل للمرحله دي اصلا. ليه يعني ما تطلب منه الطلاق وخلاص؟
ملهاش حل غير ان هي كانت طمعانه في الشقه بتاعته، هي عاوزه تاخد الشقه بتاعته. الموضوع ما كانش موضوع مشاكل ولا ان هو بيضربها، زي ما قلنا بكل بساطه هي كان ممكن تروح تطلب الطلاق منه، بس هي ما طلبتش. اول حاجه فكرت فيها ان هي تقتله وتاخد الشقه بتاعته وتتجوز فيه عشقها، لان هو عاطل ومعهوش ان هو يجيب شقه. دي وجهه نظري، بس هنرجع لسؤال: هل هو ان هو ما صارحهاش بمرضه مبرر ان هي تعمل كده، او حتى ان هو كان بيضربها؟ الله يرحم ادهم ويغفر له. وفي الاخر نقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم يوم الاحد. سلام يا رفيق.